نصب الشيطان أو حجارة القدر، الرسالة الموجهة للبشرية من شخص مجهول محدش يعرف عنه حاجة لحد النهاردة. أغرب المعالم المحفوفة بالغموض هي عبارة عن 5 ألواح جرانيت بتحمل وصايا لتنظيم العالم الجديد. بنتكلم عن نصب جورجيا الغامض، مرجع لنظرية المؤامرة وتخفيض عدد البشر. الرسالة اللي عاشت 40 سنة ودمرت ومحدش عرف يفك شفرتها لحد النهاردة. موضوع حلقتنا النهاردة عن نصب جورجيا الغامض. النصب ده اتبنى سنة 1980 من شخص مجهول أو مجموعة أشخاص محدش يعرف عنهم حاجة لحد النهاردة. اتبنى جوه حقل في ولاية جورجيا الأمريكية، وهو عبارة عن 5 ألواح من الجرانيت، لوح موجود في المركز و4 ألواح حواليه وكأنهم جهات العالم الأربعة. النصب بألواحه على شكل نجمة، كل لوح فيهم وزنه 20 طن، أما الارتفاع فبيوصل ل5 أمتار. وعلى رأس الألواح دي كلها سقف من نفس الحجر بيربط ال5 ألواح ببعض وبيطلق عليه حجر التتويج. النصب بيشتغل كساعة شمسية وبوصلة وتقويم كمان، وبيحتوي اللوح اللي في النص على ثقب مايل على مستوى العين عشان تظهر من خلاله نجمة الشمال. الشمس لما بتشرق في أي فصل من الفصول بتمر أشعتها من خلال ثقب تاني موجود في نفس اللوح. ومش بس كده، ده الثقب كمان بيحدد النهاردة يوم إيه مع كل شروق شمس، زي التقويم بالظبط. طبعا هي مش صعبة اننا نعرف النهاردة يوم ايه، لكن ده في عصرنا الحالي. لكن تأكيدا على ان المكان موجه لناس تانية في زمن تاني في المستقبل، الله اعلم ممكن يكون وقتها مش هيبقى في حاجة يعرفوا بيها التقويم او الوقت. الغريب كمان وجود لوح جرانيت مدفون تحت الالواح دي، مكتوب عليه وصف المقاسات وابعاد النصب ده وتفسيرات اللغات اللي مكتوب على الالواح، وكمان تفسيرات لكل الرسومات الغريبة اللي موجودة عليها واللي بتمثل حركات الشمس والنجوم. لكن مش دي كل الحاجات اللي مكتوبة على اللوح ده كمان بيحتوي على معلومات. من ضمن المعلومات دي معلومة خطيرة، اللوح بيشير لوجود كبسولة زمنية مدفونة تحت الأرض، لكن ما وضحش ميعاد لفتح الكبسولة دي أو حتى مدفونة فين. الأخطر من كده إن الكلام اللي موجود على اللوح ده بينتهي بجملة بتدعونا إننا ناخد الرسائل اللي موجودة على الألواح كخطوط إرشادية ونطبقها للوصول لعصر العقل، وده شكل البناء الخارجي. لكن النصب بيحتوي على مجموعة من الألغاز صعبة الفهم والتفسير. لو ركزنا فيها وربطناها بأحداث وتنظيمات نقدر من خلالها نفك الألغاز دي ونفهمها لغز لغز. من أكتر ألغاز النصب ده هي الوصايا أو الرسائل المحفورة على الألواح ال5، واللي هي موجهة للبشر اللي هيتبقوا بعد كارثة كبيرة هتواجه العالم الفترة اللي جاية، واللي هي مكتوبة ب8 لغات مختلفة، هي الإنجليزية والعبرية والعربية والأسبانية والروسية والهندية والسواحلية والصينية، بالإضافة للوح اللي فوق أو السقف اللي جوانبه محفورة عليها جملة واحدة بس لكنها مكتوبة ب4 لغات مختلفة. الجملة بتقول: لتكن هذه الأحجار الطريق لعصر الرشد. أما اللغات اللي اتكتبت بيها الجملة دي فهي اختفت أصلا، ما بقتش موجودة، زي المسمارية البابلية واليونانية والسنسكريتية. ولحد النهاردة محدش يعرف إيه الهدف من استخدام اللغات دي والمقصود من وضعها على القمة. السؤال هنا: ايه الرسائل المكتوبة على الألواح دي وايه تفسيراتها؟ الألواح دي عليها 10 وصايا مختلفة بتتكلم الأولى عن 500 مليون إنسان بس اللي لازم يعيشوا على الأرض، وده عشان يحصل توازن مع الطبيعة، مع دعوة للإبقاء على النسل الجيد اللي عنده لياقة بدنية، ودي كانت الوصية التانية. أما الوصية التالتة فهي بتقول لغة واحدة بس يتكلمها الجنس البشري، وكمان التحكم في العاطفة والعقيدة والتقاليد باعتدال، ودي كانت الوصية الرابعة. نيجي للوصية الخامسة فبتدعو للعمل وفقا لقوانين عادلة ومحاكم منصفة، والوصية السادسة فبتدعو لحكم دول ذاتية وتصفية النزاعات في المحاكم العالمية، تجنبوا القوانين التافهة والموظفين عديم الفائدة، ودي كانت الوصية رقم 7. أما الوصية الثامنة فبتدعو للتوازن بين الحقوق الشخصية وحقوق المجتمع، شجعوا الحقيقة والحب والجمال، ودي كانت الوصية التاسعة. لا تكونوا سرطان فوق الأرض،
واجعلوا للطبيعة مجال. ودي كانت الوصية الأخيرة. المريب هنا إن أفكار الوصايا حيرت كتير من الباحثين، في اللي بيقول إنها مجموعة من الألواح متسجل عليها مجموعة من الوصايا والرسائل اللي بتدعو للتفكير بعقلانية فيما يخص مصير العالم، وفيه اللي بيقول إنه هيكل غامض لعبادة وثنية سرية، وفيه اللي بيقول إنها ألواح لمفاهيم والأسس خاصة واللي هيتبني عليها حضارة جديدة بعد موت كل البشر في الانفجار النووي العظيم اللي هيحصل فيما بعد، أو الكارثة اللي هتواجه العالم الفترة اللي جاية. وفيه اللي بيربطها بأحداث ونظم موجودة زي الماسونية على سبيل المثال. طيب إيه العلاقة ما بين الألواح دي والماسونية؟ لو ركزت في أول وصية من الوصايا العشر اللي محفورة على الألواح، فهتلاقي إنها بتدعو إنه يقتصر سكان العالم على 500 مليار نسمة، وده معناه إن اللي مفروض يعيشوا 10% بس من سكان العالم الحاليين، واللي فسروا البعض إنها دعوة لإبادة سكان العالم. وزي ما بيتقال ان ده واحد من اهداف الماسونيه، ويمكن ده اللي خلى فكر الناس يروح ان موضوع فيروس كورونا كان متعمد وما هو الا حلقه في سلسله القضاء والخلاص على البشر وافساح المجال للنظام العالمي الجديد. وكمان في دعوه لمنع الانجاب والتحكم في النسل وتحسينه، ودي موجودة في الوصية الثانية واللي اتفسرت بأنها تلميح للإبقاء على عرق معين. ولو رجعنا للوصية الثالثة واللي بتؤكد ضرورة وجود لغة واحدة بس لكل سكان العالم، والمقصود بيها سهولة التحكم في مسارات الدول زي ما كتير من التفسيرات بتقول. طيب مين اللي بنى النصب ده عشان يحط الرسائل دي عليه؟ عايز اقولك ان ما بين الغاز النصب ده لغز الشخص اللي بناه واصراره انه يفضل مجهول ومحدش يعرف حاجة عنه، ويقطع كل الطرق اللي ممكن تؤدي إليه. عايز أقولك إن بعد بحث كبير من جهات مختلفة في جميع أنحاء العالم قدروا يوصلوا لبعض المعلومات بصعوبة، وده لأنه ما كانش فيه استخدام للكاميرات وقتها أو حتى أي شيء يعرفوا منه اللي حصل. وهي إن الشخص اللي بنى النصب ده أصر إن شخصيته أو الجماعة التابع ليها تفضل سر من أسرار الألواح، وأكيد ظهر في المشهد باسم مستعار كان بيتحرك من خلاله، واختفى بعد بناء النصب ده وملهوش اي اثر. دلوقتي انت اكيد بتقول انه تعامل مع شخصيات وبنوك وشركات مختلفة، فاكيد في وثيقة من وثائق التعامل دي تكشف شخصيته، وده اللي هم فكروا فيه والخيط اللي فضلوا ماشيين وراه لحد ما وصلوا الاسم، واتضح في الاخر ان الاسم ده اسم مستعار وهو ار.سي. كريستيان. وبالبحث ورا اسم ار.سي. كريستيان اكتشفوا حكايتين. بتقول الحكاية الاولى ان ار.سي. كان طبيب واهتم بدراسة التصوف وجمع المعارف المقدسة واللي بتضم طرق التلاعب النفسي والكيمياء، وانه لف العالم وتعلم في اكتر من دولة، وعنده كنيسة خاصة وله اتباعه موجودين في كل مكان في العالم ودورهم حماية البشر من الدمار. نيجي للحكاية التانية والمعروفة والمؤكدة، واللي هي بتقول ان ار.سي. اتعامل مع اكتر من مؤسسة واكتر من شخص، زي مثلا شركة البراتو للجرانيت، ودي الشركة اللي عملت النصب. الشركة قالت ان الشخص اللي طلب بناء الصرح ده رفض يقول اسمه الحقيقي وقدم نفسه بالاسم المستعار، وقال انه مفوض من مجموعة اشخاص لبناء صرح حجري يرشد ويعلم الناس ازاي يتعاملوا مع الكوارث ويتعاملوا بعقلانية في مصير العالم. في البداية الشركة رفضت لانها ما كانتش واثقة انه ممكن يدفع التكلفة، لكنه اصر فبلغت الشركة في التكلفة ووافق على المبلغ المقترح. وعند الدفع اتعامل ار.سي. مع بنك جرانيت سيتي ورئيسه وايت مارتن اللي مضى معاه عقود دفع قيمة بناء النصب، واتفق مع مارتن على ابقاء اسمه سرا مدى الحياة. ده نظام متبع في البنوك يعني مش غريب، لكن الغريب انه اتفق مع مارتن على تدمير كل الوثائق اللي ممكن تكشف عن اسمه بعد انتهاء المشروع. والحاجة المريبة هنا انه ما بعتش الفلوس للبنك من بنك او من بلد واحدة، لا ده بعت الفلوس من خلال بنوك متعددة وبلاد مختلفة عشان يفشل اي محاولة لتتبعه، عشان يفضل النصب واللي بناه سر من الاسرار اللي الله اعلم هنعرف نفك طلاسمها في يوم من الايام ولا لا. وفي 6 يوليو سنة 2022 اتفجرت ألواح جيورجيا في ظروف غامضة، ولسه مش عارفين أسباب التفجير أو المسؤولين عنه. في كلام كتير وتفسيرات مختلفة بتطلع كل يوم عن الموضوع ده، لكن مفيش أي حاجة أكيدة تكشف الحقيقة، والله أعلم الحقيقة فين أو العالم رايح لفين الفترة اللي جاية. وبس كده، دي كانت حلقة النهاردة. ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك إشعار بكل جديد، ويا ريت تكتبوا لنا آراءكم في الكومنتات والمواضيع اللي حابين نتكلم عنها الفترة اللي جاية. وبس كده، كان معاكم طه.